تغيير يخدم تشاوميني في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي. ينوي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد إجراء تغيير على تشكيلة الفريق في مواجهة الإياب ضد مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الأربعاء في ملعب سانتياغو برنابيو بإياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وأنشيلوتي استعاد خدمات الألماني أنطونيو ريديغر ليكون برفقة الشاب راؤول أسينسيو في قلب الدفاع، ما يعني عدم ضرورة الاعتماد على تشاوميني في هذه الخانة. وينوي مدرب الريال الاعتماد على فيدريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيسر، ما يفسح المجال في خط الوسط لتواجد شاوميني في المركز الذي يفضله. وفقا لما ذكرته يومية آس الإسبانية، الصحيفة المقربة من أسوار مدريد توقعت أن يكون تشاوميني في التشكيلة الأساسية في خط الوسط رفقة كل من داني سيبايوس وجود بيلينغهام، على أن يكون فيرلاند مندي في المركز الظهير الأيمن.